السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في اتم الصحه والعافيه وفي احسن الاحوال وبخير وعلى خير وما ناقصكم ان شاء الله حتى شي خير البنات. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، ولكن نبداو الفيديو ديالنا اولا بالصلاه على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كي دايرين البنات؟ بخير. اليوم الهمه والنشاط البنات، النشاط حتى شاط. اليوم فيديو تحفيزي 100%، اللي فيها العجز ان شاء الله غادي نوضها تنوض تخمم كوزينتها. ايوا هذا ما كان البنات، نضحكوا شويه وصافي غير باش نشطوا الوقت وصافي. البنات هنايا راه اختكم نوضات قربانه في هذه الكوزينه، نضت كنخمم الكوزينه. وهذا الروتين البنات ديال العشيه ماشي الصباح، ما شاركت معكم لا فطور لا غدا لا قلتي لا حتى شي حاجه. هنايا غير شاركت معكم العشيه ديالي كي دازت، وديت وليداتي للمدرسه. وفي العشيه بقيت هكا جالسه، قلت علاش لا ما نوضش نسيق هذيك الكوزينه. وشحال هذه ما سيقت من تحت الثلاجه والكونجيلاتور، وقلت نسيقهم نحيدهم في مره ونسيقها من تحت منهم. وديك البليصه البنات اللي كان فيها الفران غادي نمشي نرد فيها الثلاجه. حيت الفران البنات كنبقى عاد خايفه على داك الخيط ديال الضو عندي هكا مور الفران، كنخاف يمشي يتحرق ليا ولا تشد فيه العافيه هذاك الخيط. ولو انني كنكحزو عاد كنطيب، ما قلت نحيدو في مره من تما الفران ونرد بلاصتو الثلاجه. هنايا البنات سيقت هذيك البلاصه كما كتشوفوها، انت رديتها كتشعل البنات. كتشعل وغادي نحول فيها الثلاجه. غادي نقطع معكم الفيديو ان شاء الله حتى نحول الثلاجه ونولي عاد عاوتاني نولي ندير الفيديو، حيت البنات التليفون ديالي راني غير فغير على الله في واحد فوق الكرسي. هذيك باش كنصور تهرسات ليا وان شاء الله تنشري وحده اخرى. ايوا البنات هنايا صافي حولت الثلاجه كما كتشوفوا، الكونجيلاتور ردو بلاصتو. وغادي نكحل هذاك المجر كما كتشوفوا لهيه، ونجيب الفران حتى هو غادي نحطو في بلايصتو حدا هذا المجر هذا. وهاد المجرى البنات والله الا تينفعوا، كينفعوا بزاف. انا هزت لي ديال الماعن ديال الكوزينه كاملين، تما دايره معيناتي ديال الكوزينه، واخا ماشي بزاف ولكن داكشي باش تنقضي في الكوزينه كامل عندي تما. فهادوك المجوره دايره مجر صغير ومجر كبير، حيت انا البنات ما عنديش البلاكارات، دايره في هاد المجوره هادو. وداك الطبقي خلاص ما كنستعملش معلقاه في هذيك السده. صافي البنات هذا ما كان، غادي نخوي هاد المجوره كاملين، غادي نخوي هاد المجوره كاملين وغادي نمسحهم مزيان ونرجع لهم المعينات. وكتشوفوني كندور غير في بلاصتي، حقاش الكوزينه راه غير صغيره البنات ماشي كبيره. ايوا هذا ما عطا الله ونصبروا. راه البنات كون كتشوفوني من قبل والله القسم البنات الا راني كنت كفس من هكا. راه كنت عندي غير بيت واحد تناكل فيه تنشرب، كلشي تما عندي في داك البيت، بيت واحد. وبنادم بالصبر وبالكفاح، كنصبروا حتى كيحن الله. يعني انا شنو تنقول لكم، يعني اي وحده ولي يكون عندها بيت تصبر، وربي راه كيحن، ربي راه كيشوف وتيحن. وقال هذاك سبب عبدي وانا نعينك. يعني حتى الانسان تيكافح وكيجاهد حتى كيوصل لداك الشيء اللي بغاه. واخا الانسان ما يحققش الاحلام ديالو كامله، ولكن بالصبر شويه بشويه حتى كيحن الله. حتى حنايا صبرنا وربي سهل، وتحولنا من داك البيت ورجعنا عاوتاني في دار، وعاوتاني رجعت لهاد الدار. ايوا حنا غاديين، قال هذاك دقه دقه البنات. هنايا كما كتشوفوا انا حولت الفران لهنايا في هاد البليصه هادي. احسن منين نكون غادي نطيب نكحلو شويه على داك المجر، لانه جا لاصق مع المجر بزاف، راك عارفين السخونيه، وهذاك المجر ديال ميكا مشيت تحرق لي. هنايا صافي البنات سيقت الكوزينه وجمعتها. غادي نمشي نحيد داك البيجامه عليا في زكات، وعاد نوجد معكم واحد الحلوه كتجي ما شاء الله، كتجي غزاله ما فيها السكر نهائيا. يعني هاد النهار ما غندوروش بالسكر، غادي نوجد لكم حلوه هكا مالحه. دوازاتاي كيجي ما شاء الله زوين بزاف. هنا في هاد الجهه البنات راه عندي المصبانه وريتها لكم، ها نتوما شفتوا عندي في هذيك الجهه حدا الباب دايره المصبانه، والبوطه راه فوق البوطاجي. ايوا صافي نمشيو البنات ان شاء الله باش نوجد هاد الحلوه هادي ونوريكم الطريقه ديالها وتشوفوها معايا ان شاء الله.
وكنتمنى الا وصلتوا حتى لهذا المقطع ديال الفيديو ونسيتوا داك اللايك اخوتي، كنتمنى ترجعوا ديروا لي لايك. وشكرا لكم بزاف، فضلا وليس امرا. هنايا البنات راني غنجيب، هنايا عندي جبت طاسه ديال الزبده هذيك الصغيره ليليا، هي اللي غادي دير في هذه الحلوه هذه. وكما كتشوفوا معايا هنايا كامله غنديرها، يعني غادي نستعملها كامله. وغادي نجيب واحد معلقه كبيره ديال التحميره. صدقوني البنات هاد الحلوه كتجي زوينه، حتى الا كان عندكم شي حد هكا مريض في العائله بمرض السكري ولا شي دفا جا عندكم وما كياكلش الحلاوه وبغيتو ديروا هاد الحلوه هادي، يعني كتجي زوينه. تحطيها هكا مع دوازاتاي حتى هي كتجي روعه. يعني غير هي ما فيها السكر، كتجي ما شاء الله كتجي زوينه. نتمنى انكم غير تجربوا هاد الطريقه هذه وكتجي زوينه بزاف. والله يشافي اي واحد مريض كنطلب له الشفاء العاجل. هنايا البنات راني زدت معلقه صغيره ديال الملحه، وزدت كما قلت لكم معلقه كبيره ديال التحميره. وغادي نكه هنايا غادي نكه هنايا بهاد جوج فرماجات. نتوما بغيتو ديروا شي نكهات وحدين اخرين تضيفوهم على العجينه، يعني راه كيجيو زوينين. بغيتو تنكهوا تزيدوا هاد الثومه، تزيدوا الهريسه، تزيدوا مطيشه ديال الحك، تزيدوا التوابل ديال الحوت، كيجيو حتى هما زوينين. الفرماج محكوك كيجي زوين حتى هو. انا عطيتكم الاساس ديال العجينه، وبغيتو نتوما تزيدوا تنكهوها بشي حاجه اخرى راه مزيان. هنايا زدت داك جوج فرماجات. ومن بعد البنات غادي نزيد دانون بلا سكر، دانون طبيعي. كما قلت لكم هذا النهار غادي نبعدوا على السكر. ايوا هذا كان البنات. هنا كنوريكم هنايا دانون طبيعي. وشوفوا الكاميرا غتبان لي انا مقلوبه، وغادي نقلب لكم غادي نقلب لكم دانون. هنايا راه طبيعي بلا سكر. غادي نخلط هاد المقادير كامله كما كتشوفوا معايا، غادي نخلطها مزيان. نزيد فيها داك دانون ونخلطها مزيان حتى تولي لي على شكل كريمي هكا كما كتشوفوا. انا نزيد هذاك دانون، ومن بعد البنات غادي نخلط مزيان هذيك المقادير كامله اللي ضفت على الزبده. هنايا بعد ما خلطت البنات غادي نزيد كاس لارب ديال الزيت. الكاس ما يكونش عامر، كاس العنبه ما يكونش عامر كامل، كاس لارب البنات. من بعد كنخلط البنات مزيان المقادير كامله حتى كتنسجم العناصر كامله مع بعضياتها. ومن بعد غادي نزيد الدقيق زيدوه البنات شويه بشويه حتى تلقاو العجينه ديالكم تجمعات في يديكم وما بقاتش كتلصق وما بقات لكم حتى شي حاجه في القصعه. تعرفوا تما راه الطحين يعني راكم درتوا الكافي، يعني ما تبقاش كتلصق في اليدين، وفي نفس الوقت راه رطبه ماشي قاطحه. وما غتبقى لكم حتى شي حاجه في القصعه بوحديتها كتجمع هذيك العجينه. ملي كتزيد ديروا لها الدقيق الكافي ما كتبقى لكم حتى شي حاجه في القصعه. كما كتشوفوا معايا انا، ها انتم شفتوا عجينه تجمعات وما بقات لي حتى شي حاجه لاصقه في يدي ولا في القصعه. هنايا غادي نجيب جوج بلاستيكات كما كتشوفوا معايا، غنجيب جوج بلاستيكات والدلاك باش غادي نطلق العجينه. وغنوريكم باش غادي نزينها بالزرارع. غنزينها بالزريعه ديال القرعه وبالزريعه داك الكحله اللي كتكون منقيه، راها عند مالين اللي كيبيعوا الحلوى. وعندي هنايا اللوز ايفيلي، اللوز ايفيلي ما محمر ما والو. عندي بيضه يعني ماشي كامله، ندير غير البيض ديالها. وعندي هاد المراشم هاد المراشم عندي انا موجودين في الدار. نتوما اي مرشم كان عندكم في الدار بغيتو تستعملوه استعملوه، يعني ما تقيدوش بهاد المراشم اللي عندي انا. صافي هنا البنات غادي نجيب العجينه ديالي وغادي نحطها فوق بلاستيكه، وغادي نحط منها فوق منها بلاستيكه واحده اخرى باش غادي نطلق العجينه ديالي بالدلاك. البنات حاولوا انكم ما تطلقوهاش رقيقه بزاف، وعاوتاني ما ديرولهاش السمك بزاف، ما تغلطوهاش بزاف، يعني غتكون في الوسط.
ما بين غليظه وما بين رقيقه، باش تجيكم زوينه حتى في المذاق ديالها وفي العضه ديالها تجي زوينه. هنايا صافي البنات راني كنقطع بالمرشم ديالي، شوفوا كيجي ما شاء الله، كتجي ديك الوريضه زوينه. وكنحط في اللاطه اللي نكون دهنتها من قبل بشويه ديال الزيت، دهنوها غير بشويه ديال الزيت، حيت راه العجينه فيها الزبده، يعني ما تكثروش الزيت في الطاوه. وكنبقى نقطع بالمراشم ديالي كاملين. وغادي نوريكم هنايا الطاوه ديالي، شوفوا هذه هي الطاوه ديالي، شفتوا المراشم ديالي كي جاو زوينين بزاف. هنايا غادي نجيب هكا واحد العويد هكا، وغادي ندهن بعدا ندهن بالبيض بيضه، وغادي نثقب هذاك الوسط ديال العجينه في هذا الشكل اللي عندي مدور. اما الاخرين ما غاديش نثقبهم نهائيا، هذا اللي عندي مدور وعندي فيه ديك التقيبه في الوسط هو اللي غادي نثقبو باش ما يتدخليش في الوسط. وغادي ندير فيه الزرارع، والاخر غادي ندير فيه اللوز ايفيلي. هنايا صافي دخلتها للفران على عافيه مهيله وطابت ان شاء الله، وهي وجدت كما كتشوفوا معايا. جا ما شاء الله المنظر ديالها جميل وحتى المذاق ديالها. نتمنى انكم تجربوا هاد الطريقه هذه ديال هاد الحلوى، كتجي ما شاء الله زوينه ولذيذه. كما قلت لكم بغيت تدخلوا عليها شي منكهات وحدين اخرين، يعني بامكانكم كاضافه. انا خليت لكم العجينه هكا عاديه، يعني عطيتكم الاساس ديال العجينه. ولا بغيتو كما قلت لكم تزيدوا عليها الهريسه ولا مطيشه ديال الحك، ولا التوابل ديال الحوت، راه كتجي ما شاء الله كتجي غزاله. هانتوما شفتوا الشكيلات كي جاو. نتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه ديالي، او نتمنى ان الروتين ديال هذا النهار يكون عجبكم، خفيف ظريف، ما طولش عليكم الفيديو. شكرا لكم بزاف. ما تنساوش اختكم باللايكات وتبارطاجيو لها الفيديو، باش ان شاء الله يوصل هذا الفيديو لاكبر عدد من الناس ويدخلوا معايا ناس جداد في القناه. وشكرا لكم بزاف، الى فيديو قادم ان شاء الله.